تعالوا اوريكم بعض الحاجات اللي جبتها بدائل للمقاطعه واقول لكم بالاسعار. اول حاجه جبت فان دي. عايزه اقول لكم ان الكيكه دي تحفه. في منها كذا فليفر، ده بالشوكولاته، في فانيليا، في بالفراوله، في منها كذا طعم. وهي دي شركه بورسعيد، بس محدش يقول انها مقاطعه، هي شركه بورسعيد للصناعات الغذائيه. والكيس ب7 جنيه. تاني حاجة كوكيز العبد. العبد بيعمل كوكيز خطير، بصوا احلى من اي كوكيز ممكن تجيبوه اصلا من اي مكان كبير. بجد طعمه تحفة والزبدة فيه حلوة جدا. الكيس ب8 جنيه. طبعا كتاكيتو معروفة يعني غنية عن التعريف. شركة الشمعدان، طعمها حلو جدا. والواحدة ب13. كمان كورونا بقى عاملة تشكيلة شوكولاتات كتيرة جدا، في الدارك وفي بالميلك وفي يعني احجام كتيرة واشكال كتيرة وانواع كتير. انا جبت النوع ده. ده ب 18 جنيه ونص. عايزه اقول لكم ان اصلا سعرها بالمقارنه بالانواع التانية اللي زيها يعني مفيش مقارنه في السعر اصلا. وكمان جودتها حلوه جدا. كمان فريسكا منزله يعني تشكيله بسكوتات تحفه. انا بحب قوي بالبندق ده. فريسكا شركه اديتا، وعلى فكره شركه اديتا مش مقاطعه يعني، اللي هي بتعمل مولتو كده. ف منزله كميه انواع من البسكوت. والكيس ب5 جنيه. واكيد طبعا غني عن التعريف مولتو. الكيس هنا ب5 جنيه. وعلى فكرة مولتو يعتبر من أحلى أنواع الكرواسون المعمولة في الفئة بتاعته، يعني هتلاقوا في أنواع تانية بتعمل برضو كرواسون بالشوكولاتة، بس مولتو يعتبر أفضل نوع. فدي بعض المنتجات اللي أنا جبتها، اللي هي تعتبر منتجات محلية. وفعلا طعمها حلو جدا، ومفيش مقارنة بالسعر ما بينها وما بين المنتجات التانية اللي احنا كنا بنجيبها قبل كده. ويعني ان شاء الله ناخد موضوع المقاطعة ده بشكل جدي اكتر، وان احنا فعلا نداوم عليها. مش هتبقى بس فترة كده وخلاص، لا احنا نداوم على المقاطعة علشان الموضوع فعلا يستحق.